السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالمتابعين الكرام. موقع جول الإعلامي يبعث برسالة سارة للجماهير الجزائرية، ويكشف عن إمكانية استبعاد الكاميرون من كأس العالم 2022. لنتابع التفاصيل. يبدو أن القضية ما زالت متواصلة فيما يخص النزاع بين الاتحاد الكاميروني وشركة لوكوك سبورتيف. الموقع تحدث عن الخلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة الألبسة الرياضية الفرنسية لوكوك سبورتيف. الموقع استدل بتصريحات المحامي الكاميروني كريستيان بومونتيمباني لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون، والمحامي قال في تصريحات نقلها موقع أكتو كاميرو الكاميروني: أدعو الجميع للهدوء. القانون الفرنسي هو من يحسم النزاع، وهي نقطة لا بد من أخذها في الاعتبار، وأدعو الطرفين للجلوس وحل المسألة بشكل فوري قبل بداية مونديال قطر. لكن الاتحاد الكاميروني رفض تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع، وهذا ما يمكن أن يؤدي لاستبعاد الكاميرون من المونديال. الأمر لا يختلف عن مسألة التدخل الحكومي المباشر. الفيفا قد تأخذ بعين الاعتبار القرارات القضائية وتتدخل من أجل أخذ قرار سريع وحاسم، ويبدو أن أمر استبعاد الكاميرون من كأس العالم واحتمالية حدوث هذا الأمر بالفعل مسألة وقت، ولها صدى لدى الكاميرونيين أنفسهم قد تعصف بهم خارج المونديال.